هنستكمل مع بعض الفيديو اللي هو أسباب النزيف اللي بعد عمليات البواسير اللي ممكن يحصل. والنزيف يعني دم بغزارة. هنعرف دلوقتي ازاي بعد ما احنا وقفنا النزيف في الفيديوهات اللي فاتت شرحناه، ازاي بقى نحافظ ان النزيف ده ما يتكررش تاني. وده موضوع مهم جدا. اول حاجه ان احنا بنعالج السبب اللي ادى للنزيف. لو في التهاب بناخد مضادات حيويه مستمره عليها. لازم نحافظ على نظافه الجروح اللي موجوده كويس جدا بالتشطيب باستمرار، وممكن الدكتور بيوصف كريمات مضاد حيوي موضعي يقلل نسبه الالتهاب الموجوده. واهم حاجه ان احنا نتفادى الحزق خالص اثناء التويلت، يعني مفيش داعي للحزق لان ده ضغط على الانسجه وممكن يكرر النزيف. فلازم يكون الاكل فيه حاجات نسبه الياف عاليه وسوائل كتير، وتتفادى الامساك والحزق في التويلت. ونظافه الجروح دي بنعيد ونكرر عليها تاني لان هي بتكون من الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي للنزيف. لازم نحافظ على نظافه الجروح تماما، ولازم المريض بيتابع مع الدكتور لحد ما بيحصل التئام كام للجروح اللي موجوده، والمشكله بتخلص خالص لان هي ممكن تتكرر في اي وقت. فلازم متابعه مع الدكتور. نتمنى السلامه لجميع المرضى.